أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفورمة. فيديو النهاردة هنرجع بيه بالذاكرة لبطل من أبطال المدرسة القديمة، عصر ما قبل الهرمونات والمنشطات. بطل فيديو النهاردة لم يهزم ولا مرة خلال منافسته. بطلنا هو جون جريميك، واحد من أعظم لاعبي كمال الأجسام الطبيعيين. جون من مواليد 17 يونيو عام 1910. مصدر إلهامه وقتها كان أخوه جورج، واللي كان عنده مجموعة من الأوزان بيتمرن بيها مع أصدقائه. جون وقتها كان عنده 12 سنة، كان عنده شغف للتمرين، بس كان محرج إنه يتمرن مع أخوه أصدقائه، خصوصا إن سنه صغير. جون كان بيستغل الوقت اللي أخوه مش بيتمرن فيه هو وأصدقائه، وكان بيتمرن في السر. خلال عصره جون كان أعظم لاعب كمال أجسام طبيعي، لياقته البدنية وجسمه ما كانش فيه زيه. جون طوله 172 سنتي، وزنه من 93 كيلو ل 102 كيلو. مقاس عضلات الصدر 50 بوصة، مقاس الذراعين 19.5 بوصة، مقاس السمانة 20 بوصة، مقاس الرجل 29 بوصة، مقاس الوسط 30 بوصة. جون شارك في عام 1936 في بطولة الألعاب الأولمبية لرفع الأثقال، وحصل على المركز التاسع. في بطولات كمال الأجسام شارك في بطولة يورك بريفكت مان عام 1939، وحصل على المركز الأول. في عام 1941 و 42 حصل على المركز الأول في بطولة السيد أمريكا. في عام 1946 حصل على المركز الأول في بطولة أفضل لاعب كمال أجسام في أمريكا. عام 1948 حصل على بطولة سيد الكون في الفئة العامة والقصيرة. في عام 1949 حصل على بطولة السيد USA. جون قبل ما يكون لاعب كمال أجسام فهو كاتب ورافع أثقال أولمبي وموديل، وبيجيد حركات الشلبة. بالنسبة للأوزان اللي بيرفعها، جون كان بيعمل أرقام قياسية في رفع الأوزان. بيرفع في تمرين الديد ليفت 600 باوند، وفي تمرين الإسكوات 700 باوند. في تمرين بنت بريس بيرفع 300 باوند. تمرين الكتف الأمامي بيرفع 364 باوند. في تمرين الصدر بالبار بيرفع 480 باوند. آخر مشاركة ليه كانت في عام 1949 في بطولة السيد USA، وبعدها أعلن اعتزاله بدون هزيمة. خلال منافسته اتغلب على أفضل اللاعبين أمثال ستيف ريفز. بعد اعتزاله لم يتوقف عن التمرين، وكان بإمكانه رفع 400 باوند في تمرين الإسكوات. جون توفى في 20 نوفمبر عام 1998 عن عمر 88 سنة. البنية الجسمانية اللي وصل ليها جون خلت الشركات والمجلات تتواصل معاه، وكان بياخد $80 في الأسبوع. وقتها كان مبلغ كبير جدا يكفي إطعام أسرة كاملة. بالنسبة لنظامه الغذائي، جون كان عنده شهية كبيرة جدا، كان بياكل كميات كبيرة من الأكل. وبرغم الكميات اللي كان بياكلها إلا وإنه كان محتفظ بلياقته البدنية وجسمه. في النهاية جون قدر يحقق شغفه وحبه للقوة والحجم من التمرين بأوزان أخيه لبطل محترف. قدر يدعم نفسه خلال الأزمات الاقتصادية من خلال التقاط صور ليه من قبل المصورين بمقابل مادي.